السلامة، مرحبا بكم في زمجة طيب اثنين. اليوم إن شاء الله باش نحضر مع بعضنا شاباتي المهدية. شاباتي المهدية فما بلايص يسميوه مطبقة. لهنا حاجتنا بالنسبة للعجينة باش ناخذ سميد أرطب 300 جرام، لهنا شوية ملح ومغرفة خميرة، باش نستعملو مغرفتين كبار من زيت الزيتونة، وهذا ماء العجنين ما يكون دافي. بالنسبة للحشو باش نحطو عظم مسلوق، تن، جبن، هريسة، باش نحطو مكعبات من الموزاريلا وزيتون وكبار. أول حاجة نبداو نحضرو العجينة متاعنا، نحطو السميد ونزيدو تقريبا مغرفتين كبار ولا نص كاس، نصف فنجان زيت، نحطو الملح ونحطو الخميرة، يعني خميرة فورية متاع خبز. نجمو نبدل السميد بالفرينة ولا نعملو شطر بشطر. نبسو العجينة ونزيدو الماء الدافي، لهنا نزيدو الكمية الأولى، نحطو كمية باهية، ونقعدو نزيدو بشوية بشوية حتى وين تتلم الفرينة السميد. لهنا العجينة تاعنا تلمت، ما عادش فما لا سميد ولا فرينة. اذا كان حطينا فرينة توش نعجنو وهي شايحة هكا، ما ناقصة شوية ماء، نعجنوها بالباهي وبعد نزيدو الماء نقطة اخرى وكهو. وتوا بعد ما عجنا العجينة بالباهي وهي شايحة، باش نزيدوها شوية ماء دافي، باش نطريوها شوية ونواصلوا في العجنين. وهذه هي العجينة متاعنا، تكون طرية. طاش نخليوها تخمر ونطيبوها. الآن نحطو شوية زيت على الوجه تاع العجينة باش ما تشيحش، ونغطيوها بلاستيك ونخليوها تخمر المدة بين الساعة ربع ونص ساعة. وتوا نشوفو العجينة خمرت بالباهي، باش نقصوها معناها قراص صغار ونعمروهم. هذوما الأربعة كعبات شاباتي تاع المهدية كما قلت. توا باش نحلوهم بالقلقال ونعمروهم. هنا نحطو جبن بالنسبة للحاج، كل واحد كيفاش شنو يحب يحط. نحطو جبن وهريسة، ولهنا نجيو على شطر نتاع العجينة ونحطو جبن، نحطو العظم والتن، وتوا بعد ما حطينا الزيتون والكبار وعظم التن، باش نهزو طرف الشيرة هذه ورجعوها على الأخرى. نعملوا ضربات فرشيطة ولا كوردون تاع سنين، ونحطوها توا فوق الطاجين يكون سخون. لهنا نحطو الخبزة تاع الشاباتي تكون واقفة، تطيب القاعدة
نتاعها، وبعد شنو نحطوها على الجنبين الاخرين كيما هنا، نحطوها على الجنب هذا وبعد نقلبوها على الجنب الاخر، وهذا الجنب الاخر. هذوما كعبات شاباتي مهدية قاعدين يجيبوا كما تشوفوا، نجم نحطوا 3 كعبات فرد وقت، وتوم بقالنا كنقدموهم. وهذا هو شاباتي المهدية. اما بلايص يسميو، في بعض البلايص في تونس يسميوها مطبقة. كانت معكم الأدمن سامية، إلى اللقاء في وصفة قادمة إن شاء الله.